اهلا وسهلا بمتابعينا الكرام. والنهارده المرعب جايب لكم كام تجربة حقيقية جامدة جدا، وطبعا في حاجات منها انا شاكك فيها ان هي مش حقيقية، وفي حاجات شاكك ان هي حقيقية. فانتوا في كومنت تسمعوا اول تجربة حقيقية او غير حقيقية في كومنت، انا عاوز اشوف ارائكم انتوا. وهنبدأ من غير ما نطول في المقدمة اكتر من كده، على بركة الله نبدأ باول تجربة. اول تجربة معانا ام احمد من المنصورة، بتقول لي يا مرعب اللي هحكيهولك ربنا اللي شاهد عليه، لان ده كله حصل معايا يا مرعب. فانت انا عاوزه اشوف راي الناس، اقسم بالله هشوف الفيديو ده نازل امتى، ولازم اشوف كومنتاته على مشكلتي دي مخصوص، لان انا هحكيه ما يرضيش ربنا. وصلوا على النبي واسمعوني كويس. انا كان بيحصل معايا ببيتي ان انا بفتح البيت الاقي المفاتيح تختفي، فلوس تختفي، دهب بيختفي، كل اشياء في البيت بتختفي يا مرعب. لدرجة ان انا حلق بنتي ما كانش موجود، اللاب بتاع ابني ما كانش موجود، موبايل بنتي ما كانش موجود، كل حاجة كانت بتختفي من شقتنا. وطبعا الشقة انا كنت واخدها ايجار جديد، وحبيت ان انا اسيبها، لدرجة ان انا كنت عاوز اسيب الشقة في اوقات واحنا خارجين خلاص بقى لمينا العزال، والمفروض ان احنا خارجين من باب الشقة، نيجي نخرج من باب الشقة زي ما يكون الحيطة سد، بس احنا مش شايفين حيطة، زي ما يكون اللي معانا في البيت بيقول لنا انتوا مش هتطلعوا منه الا على المقابر، والعياذ بالله يا مرعب. تقدر تفسر لي ايه اللي حصل معايا ده؟ والشقة كانت اول اسبوع اسكنها يا مرعب ما كنتش اعرف عنها حاجة. طب انا هسيب الناس هي اللي هتقول في كومنت التجربة بتاع ام احمد حقيقية ولا غير حقيقية في كومنت. وطبعا التجربة اللي بعد دي اللي قلبه مش جامد بينور النور، لو طفى النور وانت بتسمعني قلبك جامد زي ما انت. وتعالوا نخش على التجربة اللي بعديها. اعمل لي بقى كوبايه الشاي بتاعتك واسمع القصه دي معايا كده بكل المقاييس. لياسمين ومحمد، ياسمين ومحمد الاتنين اخوات، كانوا ماشيين بيقولوا لي يا مرعب، كنا ماشيين في الشارع عندنا طبعا عشان نختصر الطريق، يعني في مكان مهجور جنب مقابر نعدي منه ضلمه عشان نوصل بيتنا بسرعه، عاوزين نطول ونمشي في امان في طريق بعيد شويه. وانا واخويا كنا تعبانين من كتر المشي، وفضلنا نمشي في الطريق المقطوع ده عشان نوصل بسرعة، ما احنا تعبانين يا مرعب. وطبعا الرعب بدأ ان هو يعني يتحكم فينا بالمقاييس، بكل المقاييس كنا مرعوبين واحنا ماشيين، لدرجة ان احنا ماشيين اخد خطوة واقف حاسس ان في خطوة تاني بتمشي ورايا انا واخويا، وماشيين مرعوبين يا مرعب جدا. تمام، عدينا من جنب المقابر، بدأ سمعنا صوت مش كويس خالص، زي ما يكون حد عاوز استغاثة، بيصرخ بيصوت جامد. وفي النهاية يا مرعب انا عاوز اقولك، بعد الصراخ الشديد فقدنا الوعي انا واخويا في الشارع. صحينا تاني يوم لقينا نفسنا في البيت نسأل ايه اللي حصل، ايه في ايه يا جماعة، وقرايبنا كانوا عندنا. طب وكان عندنا بدل الشيخ 2 في ايه؟ قالوا لنا ان انتوا اتلبستوا واتزغفتوا وانتوا معديين من شارع كذا كذا، اللي مش عاوز اذكر اسمه لان ده يعني الحكومة منع تمشي فيه بالليل. فانا في ناس بتحب تعمل المغامرات من ورا القصص بتاعتنا وتروح الاماكن المرعبة، فمش لازم نوضح الشارع عشان محدش ينضر من ورانا. ودي كانت تاني قصة معانا. تجربتنا التالتة مع ياسمين، بتقول من القاهرة بس أساسي من اسكندرية، واللي أنا هحكيهولك يا مرعب كله دلوقتي أقسم بالله حصل معايا فوق الرعب بشوية. أنا كنت دايما يا مرعب مجنونة ببيتنا قوي، يعني كان بيحصل معايا الناس اللي كانت تشوفني تقول أنا مجنونة، وأنا فعلا كنت مجنونة. أنا
انا كنت بعمل تصرفات مش كويسه، بس كنت لسه بني ادمه، بنت لسه في عز شبابي، يعني عايز افرح، مبسوطه بالدنيا وفرحانه بالدنيا، بتنطط في البيت، بجري في البيت، ماما تقول لي اغسلي المواعين، نجري المطبخ اغسل واسمع الكلام، بس اقعد اغني وازعق في المطبخ. حتى الحمام اخش في غسيل، في اي شيء اقعد اغني، اقعد اتميز، حتى لو بعمل حمام بقعد اغني ادندن اعمل، لدرجه ان انا لقيت النور قطع عليا وانا في الشقه بغني لوحدي، والصوت بيقول لي في الحمام اوف 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 بنفس الطريقه، والنور يطفي يقول اوف، والنور يطفي يقول اوف، والنور يطفي. كلمة رعب بكل المقاييس يا مرعب. كل ما حد يقول اوف النور ينور ويطفي، لدرجة اني بقول مين؟ بيقول صدعنا. اترعبت اقسم بالله يا مرعب. حصلت معايا، خرجت من الحمام اخش المطبخ الاقي اللي بيحط ايدي لا مؤاخذة على جسمي من ورا، وقلة أدب شفتها لمدة 30 يوم على النظام ده يا مرعب. ممكن انت والمرعبين اللي عندك في القناة تفسروا لي ايه ده زي ما انتوا بتفسروا للناس كلها؟ انا عارف ان ده ملوش تفسير يا مرعب. لا طبعا له تفسير، وطبعا انا هسيب اراء في الكومنتات للناس هي اللي تفسر كل اللي انتوا قلتيه، وهتقول التجربة دي حقيقية او غير حقيقية، ونخش على التجربة اللي بعديها. وتجربتنا دلوقتي مع الدكتور محمود، جراح كبير طبعا، وبيقول ان انا كنت شغال في مشرحة في بداية حياتي. في البداية يا مرعب ان انا كنت في المشرحة دي الامور طيبة عندي عادي، يعني بقدر ان انا متعودت على القصص والقتل واللي بيجيني مغتصب وده وبشرح وبشتغل عادي. بس في حالة تقريبا كده واحدة ست والعياذ بالله دجالة يا مرعب، يعني كانت بتأذي الناس وبتعمل لهم أسحار وكده. الست دي جاتني وهي ميتة موتة طبيعية، بس اللي مش طبيعي إن أنا مش لاقي سبب لوفاتها، وإن هي موتة ربنا. طب زرقان جسمها وحاجات غريبة مكتوبة بعروق جسمها والعياذ بالله، العروق مشت في جسمها من غضب ربنا، قلبت لها كلام والعياذ بالله في جسمها وسواد وحاجات، لدرجه ان ريحه الجثه كانت لسه ميته من ساعتين، ما كناش طايقين نشرح الجثه اصلا. ولما بدات اشتغل تشريح فعلا في الجثه، بعد ما شرحت وخلصت وروحت واتعشيت ونمت، وانا نايم جاني منام بشكل الست وبتقول لي ليه عملت كده، وتصرخ جامد وتقول لي ليه عملت كده. دي يا مرعب كانت تجربتي الصعبة. ممكن انت والناس اللي معاك في قناتك في الكومنتات تعرفوني زي ما بتعرفوا الناس، لان انا كنت هتجنن اقسم بالله العظيم. طيب انا برضو هسيب الناس في الكومنتات هي اللي هترد، وانا هكمل في التجارب عشان ما اطولش في الفيديو اكتر من كده، وانتوا سمعتوا تجربته انتوا اللي تردوا عليه في الكومنتات. ويلا نخش على التجربة اللي بعديها. ودلوقتي تجربة ياسمين علي هي اللي معانا، والتجربة دي يعني مش طويلة. هي ياسمين بتقول والله يا مرعب انا كنت نايمة على سرير عادي مفيش اي حاجة، فحسيت ان انا متكتفة وحد بيحاول انه يقرب مني والكلام ده. طب بصي انا مش هخلي الناس ترد عليك في الموضوع ده عشان في رد من الناس مش هيعجبك، فانا اللي هرد عليك يا اخت على طول دلوقتي. فبصي اللي جالك ده يعني في حالتين ممكن يعني 100% يكون الجاسوم، والجاسوم طبعا هو اللي بيكلبشك في السرير ويربطك في السرير ويربط لسانك ما يخليكيش تتكلمي تتحركي، كل الكلام ده من الجاسوم عشان ما حدش يقلق على نفسه. الجاسوم ده عشان نحمي نفسنا منه لازم نقرب من ربنا شويه، نصلي. الدكتوره سلوى بعتها وبتقول والله يا مرعب انا شغاله يعني دكتوره عظام، فكان عندي قبل كده حد جاي لي متكسر زي ما يكون حد ماسك مرزبه تقيله وكان حاطه على حديد، ولا طريق ولا طينه ولا الكلام ده، حديد كان تحتيه ومكسر جسمه مدغدغه. شفت انت كده لما تقعد تدق في حاجه لحد ما تخليها زي الرماد؟ الراجل ده كان جاي عظمه من جوه رماد، لدرجه ان انا لما شفته معرفتش استوعب ابدا بايه واشوف ايه من الشخص اللي جاي لي.
فجأة لقيت الشخص ده مفيهوش اي شيء وقاعد بيفتح عينيه وبيبصله وبيضحك. الواحد فينا لما بيتعور او مجرد شعره في جسمه كده، ألم بسيط، لكمة، ممكن يقعد يومين في البيت. واحد جاي متدغدغ متكسر قدامي مفتول وبيبصلي وعينيه تحس انها فيها ميه كده خفيفه بلمعه وبتبرق جامد، وانا ببصله كده ومرعوبه. كنت مرعب، يعني هعملها على نفسي وانا واقفه قدامه من منظره وهو بيبتسم وانا مرعوبه قدامه وهو يبتسم ويضحك. ممكن تقول لي ده انس ولا جن؟ انا اغمى عليا بعديها ما تلتش بنفسي الا والدكاتره زمايلي بيفوقوني يا مرعب. ممكن تقول لي انت والناس اللي بتشوفنا ايه اللي حصل معايا ده؟ طبعا كل الاحترام والتقدير ليكي طبعا يا دكتورة، وتجربتك طبعا لطيفة فعلا، وهي دمها تقيل، رعب ان حد يبقى بالمنظر ده قدامي وانا كده، يعني موقف صعب فعلا. فانا برضو كل الناس اللي عندنا في العيلة وكل الناس اللي بيحبوني فعلا يردوا عليها يا جماعة بالتجربة بتاعتها في الكومنت. طبعا هناخد التجربة اللي بعديها معانا خالد امين شرطة. خالد بيقول انا كنت شغال واقف في مشرحة زينهم، طبعا انا كنت امين شرطة واقف هناك ماسك هناك، فضلت شغال اكتر من 9 شهور. خالد بيحكي لنا بيقول لي وانا شغال كنت طبعا ببقى بالليل واقف بسمع في المشرحة دي اصوات غريبة، انوار بتنور وتطفي. كنت بحاول اخش اشوف في ايه، مرة كان قلبي طوعني واخش، ومرة كنت قلق جامد لان انا كان معايا حد عسكري ومعايا حد سنه كبير برضو ماسك معايا غفير، ودول على طول كانوا قدام باب المستشفى من بره اصلا مولعين نار وقاعدين حرس قدام باب المستشفى، وانا اعتبر اللي كنت عند الطرقة بتاع مشرحة زينهم. وطبعا يعني انا باخد لكم الكلام ده من على لسان الشخص اللي باعت، وطبعا قصه مشرحه زينهم طبعا كتير قوي اتكلم عنها، قصص مؤلمه وناس كتير دكاتره اتكلمت عنها برضو في فيديوهات وده وربنا كبير. هكمل لكم بقيه القصه. بيقول لي كنت بشوف حاجات بتطلع تشاور لي وتقول لي تعالى بالليل، لدرجه انهم كنت في اوقات بشوف ستات جميله خيالهم جوه بيرقصوا زي الاجانب كده، بيبقوا واقفين في اخر الطرقه من جوه وحاجه يعني عاوزين نروح لهم باي طريقه. كنت مره اتردد، كنت اطلع اصرخ للناس بره واقول لهم، يقولوا لي مفيش حاجه انت متهيألك. هم كانوا قدام عني وهم عارفين الكلام ده، بس هم مش عاوزين ايه يخوفوني وكده، فما تخافش ده تهيؤات. وطبعا لما النهار طلع تاني يوم بتكلم معاهم قالوا لي ان فعلا الحاجات دي بتحصل ودي بتبقى ارواح وده وحصل 1 2 3 واحنا كنا بنشوف بس خلاص. وهم بيتكلموا بقى بهستيريا جامده، الموضوع مش فارق، اتعودوا على كده. بيقولوا لي عادي يعني الموضوع بسيط جدا، انت عادي مالكش دعوه بيهم، هم يعملوا اللي يعملوا، اعمل نفسك مش شايفهم. قلت له اعمل نفسي مش شايفهم؟ جن ومش من البشر وارواح واعمل نفسي مش شايفهم؟ اقسم بالله انا مش عاوز اقول لك، انا طلبت ان انا اتنقل، انا قدمت استقالتي من الشغل. التجربه دي بالذات لازم تردوا عليه كلكم في الكومنتات وتقولوا حقيقيه او غير حقيقيه. وطبعا بعد القصه وصلت يعني من كمية الرعب والخوف طبعا اللي هو كان فيها، بيقول ما قدمتش استقالتي، ما طلبتش ان انا اتنقل، ده انا قدمت استقالتي من الشرطة. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني تجارب ناس بتمر بيها، وانت برضو اللي بتسمعني لو عندك تجربة مريت بيها قولها في كومنت وهتنزل لك في فيديو هتشوفها ان شاء الله في الفيديو الجاي، ونخش على التجربة اللي بعدها. ودلوقتي برضو تجربتنا مع شيماء بتقول انا من المنصورة وعندي 18 سنة. طبعا انا هقولك على اللي كان بيحصل عندنا. بدأت معانا ان احنا كنا بنشوف خيالات في بيتنا. كنت عندي 15 سنة في الوقت ده، كنت عايشة انا وماما، بابا كان مسافر، واحنا كنت من المدرسة لبيتنا، وماما كانت عاملة كشك كده بتلزق تنزل تشتغل فيه وتبيع فيه وكده، وانا كنت بنزل لها اخر النهار اساعدها، لحد ما فجأة حد يكلمنا يبقى نازل يقول باب الشقه بتاعنا مفتوح. طب انا قافلاه ومتاكده ان قافلاه، نروح نلاقي الباب مفتوح. ماما تزعق لي، وده قررت مره واثنين وثلاثه ان انا بسيب الباب مفتوح، بس مش انا اللي بسيبه وانا بقفله وحد اللي بيفتحه. وحد ما درجه ان احنا جبنا الحكومه، يعني قلنا لحد يخش يسرق الشقه حد بيحاول يعمل كده، يعني الحكومه جات وعملت اللازم وقالوا لنا ان الشقه اتفتحت من جوه مش من بره، يعني في حد جوه. قلقنا بقى بعد كده بقى لجأنا لموضوع الشيخ والكلام ده.
جبنا فعلا بعد ما كنت عندي بقى 16 سنة في الوقت ده، جبنا شيخ واتنين بدأوا يقرأوا في البيت، واحنا بنشوف حاجات واصوات غريبة وحاجات تكسر في البيت وحاجات مرعبة، وبنسمع صوت واصوات مختلفة، رعب وصريخ وحاجات استغاثة وحاجات مش كويسة جدا. ودخلنا في احساس انا وامي اللي كنا هنتجنن، لحد ما كان خلاص دخلت سن على 17 سنة واحنا بنعاني. فجأة البيت بتاعنا بدأ يولع، شقة شقة ودور دور في العمارة اللي كنا قاعدين فيها. كانت العمارة بتاعتنا وكان ربنا رزقنا وبابا كان مسافر، وامي برضو يعني موضوع الشغل كانت حاجة هي ما بتحبش تقعد في البيت، فربنا كان كرمنا. البيت بدأ يولع يا مرعب. انا مش عايز اقول لك، كل حاجة اتاكلت في بيتنا، المعالق، لبس اطفال، اي حاجة اي حاجة. لو كان في ورقة طايرة من الشارع في البيت بالغلط محدش يشوفها بعينه اتحرقت في بيتنا. تقدر تقول لي يا مرعب انت والناس ايه اللي بيحصل معانا وايه اللي بيدور معانا لحد دلوقتي؟ احنا بنعاني كل مكان بنروحه. ممكن تفصل لي يا مرعب انت والناس اللي بتسمعنا؟ طب انا هسيب المتابعين والناس اللي بتشاهد الفيديو هم اللي يحكموا على التجربة دي، عشان نلحق ناخد اكبر عدد من التجارب وما نطولش الفيديو عليكم اكتر من كده. وانتوا ردوا عليها في كومنتوا على الناس في الكومنتات، التجربة الاولى صحيحة، التانية غير صحيحة كده، وانا بشوف كل الكومنتات ونخش على التجربة اللي بعديها. تجربتنا التانية مع محمد. محمد بتقولي انا من الفيوم يا مرعب. انا كان بيحصل مع ولادي ان ولادي كانوا متفوقين في المدارس، فجأة ولادي مبقاش متفوقين، فجأة ولادي خرجوا الشارع يعملوا حاجات مش كويسة، من الدخان لده 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 لده. بعد ما ولادي كانت البلد اللي انا فيها ارياف كانت بتحكي وبتتحكى عنهم، وانا يعني تعبت يا مرعب فترة، لدرجة ان في ناس قالت لي ولادك محسودين، ولادك عشان كانوا ربنا كرمهم. لحد ما لقيت ولادي بيعملوا عمل مش كويسة، اللي بيجيب قطر وبيقطع في ايده، اللي مش عارف بيعمل ايه، وبيعملوا اسلوب وحاجات مش كويسة خالص. فده بدأ مع ولادي ان ده كان سحر معمول لهم بالجنان، وقف الحال زي ما قالوا وزي ما ناس كتير قالت لي. هل ده سحر زي ما الناس قالت لي ولا ده حاجة تاني يا مرعب؟ انت ممكن تكون فاهم شوية عشان ماشي في الحاجة دي في الفيديوهات بتاعتك وكده، فياريت توضح لي يا مرعب انت والناس اللي معاك، ولادي ممكن يكون فيهم حاجة ولا ده غضب نزل عليهم من عند ربنا خليهم وصلوا لكده، ولا احنا ما بنحمدش ربنا؟ لا يا ست الكل، انتوا بتحمدوا ربنا وكل شيء بيبقى نصيب، ما تقوليش كده. ودي كانت تجربة ام احمد يا جماعة. وطبعا كل الناس تخش لام احمد دلوقتي تفهمها ان ربنا كبير. ممكن يكون برضو تتأكد، ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، ما فيش مشكلة. تتأكد برضو تروح للشيخ وتسألي على الولاد وده 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 وما تتأخرش منهم، وان شاء الله هتلاقي حل للموضوع ده. ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة من تجارب حقيقية. انا مرعب تجارب حقيقية، اللي جاي يقول تجربته ان شاء الله هتنزل له الفيديو. وانا بتشرف بكل اخواتي، ودي طبعا قناتي الكبيرة بعد ما انضرت واتقفلت وكده. دي قناة كبيرة هنكبرها مع بعضنا وهنوصل احسن من المرة اللي فاتت. وانا معاكم في التجارب، وهينزل لكم قصص مرعبة، وهينزل لكم طبعا مغامرات برضو حقيقية. يعني مش هتبقى تجارب حقيقية بس، هتبقى مشكلة من كل شيء. وبإذن الله لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك جرس اشعارات اول ما انزل فيديو. سلام يا احلى اخوات، ولا تنسى اللايك.